تخيل كده إن أول 100,000 جنيه بنحوشهم ممكن يكونوا هم أصعب وأهم فلوس في رحلتنا كلها للمليون. فكرة تبان غريبة صح؟ بس استنوا، لأننا هنشوف بالأرقام إزاي الفكرة دي لوحدها ممكن تغير نظرتنا كلها لموضوع بناء الثروة. يلا بينا. أكيد حصلت مع ناس كتير مننا. تبص في حساب استثمارك كده وتسأل نفسك، هو أنا بتقدم بجد ولا كأني بلف مكاني؟ ممكن نكون حوشنا 20 أو 30 ألف بعد تعب، بس هدف المليون بنحس إنه لسه في عالم تاني خالص، صح؟ طيب إيه رأيك بقى لو أقولك إن أول 100,000 جنيه دول مش مجرد بداية الطريق؟ لأ، دول يعتبروا تلت الطريق للمليون. ودي مش جملة حماسية وخلاص، دي حقيقة بالأرقام. ولو فهمناها صح قواعد اللعبة كلها بتتغير. علشان نفهم النقطة دي كويس لازم الأول نهدم أكبر خرافة عن تكوين الثروة، وهي فكرة إن الفلوس بتزيد بشكل خطي. أغلبنا بيفكر بالطريقة اللي على الشمال دي، كل جنيه بحوشه يبقى أنا كده بقرب خطوة. لكن في الحقيقة بناء الثروة الحقيقي عامل زي اللي على اليمين، نمو أسي. يعني إيه؟ يعني الفلوس بتجيب فلوس، والفلوس اللي جات دي بترجع هي كمان تجيب فلوس. والتفكير ده بالذات التفكير الخطي هو السبب الأول اللي بيخلي ناس كتير قوي تيأس وتستسلم بدري. بيبصوا على حساباتهم بعد كام سنة ويحسوا إن مفيش تقدم يستاهل، فبيزهقوا قبل ما المكنة الحقيقية تبدأ تشتغل. طيب ايه بقى المحرك السري اللي بيقلب النمو من خطي لأسي؟ هو بطل القصة بتاعتنا كلها، الفايدة المركبة. الفايدة المركبة دي ببساطة شديدة هي إن أرباح استثماراتك نفسها بتبدأ تشتغل وتجيب أرباح جديدة، ومع الوقت الموضوع بيبقى عامل زي كرة التلج، كل ما بتتدحرج بتكبر أسرع وأسرع. اللي بيفهمها صح بيبني ثروة، واللي بيتجاهلها بيفضل يسأل هو ليه محلك سر. تمام، كل ده كلام نظري حلو. تعال بقى نشوف الكلام ده بالأرقام على أرض الواقع عامل إزاي، لأن الأرقام ما بتكدبش. يلا بينا نفترض سيناريو بسيط خالص. شخص بيستثمر 1600 جنيه كل شهر، يعني يقول حوالي 400 جنيه في الأسبوع، ونفترض متوسط عائد سنوي 10%، وده على فكرة رقم واقعي جدا وممكن تحقيقه. طيب دي خريطة الرحلة للمليون. أول 100,000 هتاخد حوالي 12 سنة. أيوة، فترة طويلة. بس بص بقى إيه اللي بيحصل بعدها. تاني 100,000 بتاخد 6 سنين بس. شايفين السرعة زادت إزاي؟ هو ده بقى سر اللعبة كلها. تعال نفصص أول مرحلة اللي هي أصعب حتة. بعد 12 سنة وصلنا لأول 100,000 جنيه. المهم هنا نلاحظ إن أغلب الفلوس دي جاية من جيبنا، من تحويشتنا، حوالي 62,000 جنيه. والأرباح اللي هي الفايدة المركبة لسه يا دوب بتسخن، عاملة حوالي 38,000. يعني في المرحلة دي الشغل كله علينا إحنا. وهنا بقى بتبدأ النقلة الحقيقية. احتاجنا 12 سنة كاملة عشان نعمل أول 100,000، لكن عشان نعمل تاني 100,000 ونوصل ل200 الموضوع هياخد 6 سنين بس، نص المدة بالظبط. ليه؟ لأن فلوسنا خلاص كبرت وبدأت تشتغل معانا بجد. وهنا بقى بتيجي المفاجأة أو الصدمة اللي بتغير كل حاجة. لما نوصل ل200,000 جنيه إحنا مش قطعنا خمس الطريق للمليون، لأ، إحنا كده في نص الطريق بالظبط. كرة التلج كبرت للدرجة اللي تخلي 800,000 اللي فاضلين يجوا بنفس السرعة اللي جت بيها أول 200,000. تمام، كده فهمنا الحسابات، بس في تحدي أكبر من الأرقام، وهو التحدي النفسي. في نقطة معينة كده أغلب الناس بتيجي عندها وتستسلم. المرحلة الأولى دي مرحلة تجميع أول 100,000، هي أصعب حتة في الرحلة كلها. دي عاملة زي المصفاة كده اللي بتصفي أغلب الناس. بيستسلموا في الحتة دي لأنهم شايفين إن النمو بطيء قوي والمكسب مش مغري، قبل ما يلحقوا يشوفوا النتيجة الحقيقية لتعبهم. التغيير النفسي اللي بيحصل بعد ما نعدي 100,000 ده ضخم جدا. قبلها الأرباح بتبقى كام ألف جنيه في السنة، يعني مبلغ مش بيغير حياة الواحد قوي. لكن بعدها فجأة بنلاقي استثماراتنا لوحدها بتعمل لنا 10 أو 20 ألف في السنة من غير ما نعمل حاجة. في اللحظة دي هدف المليون بيبطل يبقى حلم بعيد وبيبدأ يبقى هدف واقعي وممكن. طيب جميل، إزاي بقى نبدأ الرحلة دي بشكل عملي؟ الموضوع أبسط مما نتخيل. دي خطة البداية. أول حاجة لازم نراقب مصاريفنا ونعرف كل جنيه بيروح فين. تاني حاجة نستثمر بانتظام، مش مهم المبلغ كام، المهم الاستمرارية حتى لو مبلغ صغير. وتالت حاجة مع الوقت نحاول ندور على الطرق نزود بيها دخلنا عشان نقدر نزود استثماراتنا. طيب في سؤال دايما بيتسأل، طب أعمل إيه لو السوق واقع؟ الحقيقة إن للمستثمر اللي بيبص لقدام وقعات السوق دي تعتبر فرص مش مشاكل. لما الأسعار بتقع الفلوس اللي بنحطها كل شهر بتشتري أسهم أكتر، ولما السوق يرجع يطلع تاني، وده اللي التاريخ بيقول إنه دايما بيحصل، بنكون كسبنا مكاسب أكبر بكتير. بصراحة كده أصعب حتة في الموضوع كله مش الحسابات ولا اختيار الاستثمار. أصعب حاجة هي الانضباط، القدرة على إننا نأجل المتعة اللحظية، إننا نقاوم رغبتنا في صرف الفلوس دي دلوقتي وندي فرصة للخطة طويلة الأجل إنها تشتغل. وده بقى شكل النهاية بعد 36 سنة.
إجمالي الفلوس اللي طلعت من جيبنا هتبقى حوالي 187 ألف جنيه بس، لكن النمو المركب يعني الفلوس اللي اشتغلت لوحدها هيعمل الباقي كله 813 ألف جنيه. متخيلين؟ أكتر من 80% من المليون جنيه في النهاية ما جاش من مرتبنا، جاي من الشغل الفلوس نفسها. يعني الخلاصة إيه؟ إن أول 100,000 جنيه دول مش مجرد رقم في الحساب، دول إثبات للفكرة كلها، دول الدليل العملي إننا ماشيين صح. هم خط نهاية أصعب مرحلة، وفي نفس الوقت هم خط البداية الحقيقي للسرعة والنمو الكبير. دي اللحظة اللي بنثبت فيها لنفسنا إن اللعبة دي شغالة بجد. وفي الآخر السؤال المهم اللي كل واحد فينا يسأله لنفسه، أنا فين دلوقتي في الرحلة دي؟ وإيه خطوتي الجاية اللي محتاج أخدها سواء عشان أبدأ أو أكمل؟ البداية ممكن تبان صعبة، بس لما نفهم اللعبة بتتلعب إزاي وإن الصبر في الأول بيجيب نتيجة ضخمة بعدين، الاستمرارية بتبقى أسهل بكتير.